تفاصيل جلسة التحقيق اليوم مع لاعب الزمالك. انتهت اليوم جلسة التحقيق مع اللاعب أحمد عيد لاعب الزمالك الشاب، والتي عقدت في مقر اتحاد كرة القدم المصري اليوم، حيث اشتكى نادي إنبي اللاعب بداعي أن أحمد عيد ملك للفريق البترولي وقام وتدرب جماعيا مع نادي الزمالك، والقصة معروفة للجميع. نادي إنبي يؤكد أن اللاعب وقع على عقد بعد الموافقة على تفعيل بند الشراء الموجود في عقد إعارته مع الزمالك، الأمر الذي نفاه أحمد عيد كليا. أحمد عيد في جلسة اليوم نفى تماما توقيعه على أي أوراق لصالح نادي إنبي تفيد بتفعيل بند الشراء، مؤكدا أن هذا لم يحدث بالمرة. أحمد عيد عاد خلال الجلسة وجدد رغبته في اللعب لنادي الزمالك، مؤكدا لمندوب إنبي أنه كان دائم الالتزام طوال فترة تواجده في النادي البترولي، إلا أنه الآن بيرغب في العودة للقلعة البيضاء. وبعد انتهاء التحقيق انصرفت جميع الأطراف من مقر اتحاد الكرة، وفي انتظار تحديد موعد لإعلان نتائج هذا التحقيق والقادم من جانب اتحاد الكرة.